السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. كل الناس اللي اتعرفت عليهم في معرض زين او في معرض مكتب زين، بجد انا مبسوطة جدا ان اتعرفت عليكم. قلت لكم ان انا هعمل لكم فيديو اعرفكم فيه كل حاجة احنا شغالين بيها وايه العروض اللي هنقدمها. اهي احنا الاول بعرفكم بينا، احنا مسك الختام للمفروشات. عندنا كل الشغل المستورد بالنسبة للسجاد او بالنسبة للمفروشات. بنحارب الغلاء. يعني ايه بنحارب الغلاء؟ يعني اسعارنا غير بره خالص. يعني الناس بتخاف من الشغل المستورد انه بيبقى غالي. لا، احنا الشغل المستورد عندنا الحمد لله اسعارنا حلوة جدا ومعقولة جدا. وكمان عاملين اسعار خاصة للناس اللي كانت حضرت معانا يوم معرض في مكتب زين، وهيبقى في معرض تاني هبلغكم بيه، بس ده هيكون جوه المحل هنا عندنا لكل الناس اللي شرفتنا في المعرض الاولاني. مكاننا فين بقى؟ احنا مكاننا شارع صلاح الدين، شارع صلاح الدين السيوف. الناس اللي ساكنه كلها في الفلكي او معظمكم ساكنين في الفلكي، انتوا لو اخدتوا توك توك 10 دقايق هتبقوا عندي هنا في صلاح الدين. هتقولوا للتوك توك نزلني تقاطع صلاح الدين مع 16 السيوف امام كافيتيريا الزهري. اهي بصوا دي كافيتيريا الزهري اهي، اهي بانوراما الزهري اللي عند صلاح الدين، اللي عند شارع صلاح الدين، لان طبعا في كذا بانوراما الزهري دي ليها كذا فرع. ده الفرع اللي في شارع صلاح الدين. طب ايه العروض اللي بتقدمها لنا يا ام جوانا؟ ان انا بقدم لكم منتج اسمه بديل سجاد، بس الاسم ان هو اسمه بديل سجاد. انت هتحسي ان هو زي السجاده. الناس اللي مثلا جاي لها عريس لبنتها مش قادره تشتري سجاد، العروسه اللي هي مش قادره تفرش شقتها كلها سجاد، فمثلا عايزه اوضه النوم، المطبخ، اوضه التلفزيون تفرشها حاجه زي كده، وفي نفس الوقت تبقى حاجه ما تتزحلقش على السيراميك، حاجه ظهرها ما يتفرفتش في الغسيل. دي اغسليها في الغساله، لو حصل لها اي حاجه بتاعتي رجعها لي. حتى لو غسلتيها في الغساله بسم الله ما شاء الله. الالوان بتاعتها حتى لو حطيتي كلور، يعني انت معرضه مثلا حتى لو انت عروسه او عندك اولاد حاجه تتكب بقعه، لا حطي كلور زي ما انت عايزه، لونها مش بيروح ولا بيبهت. حتى لو اخدتي مني الالوان الغامقه، يعني حتى لو اخدتي مني الالوان الغامقه او الاسود، تمام. دي العروض بتاعت السجاد، وكمان في اي مقاس انت تختاريه. طب المفروشات، احنا عندنا عرايس، والعرايس حرفيا مش قادره تشاور نفسها. اولا مفيش حاجه اسمها ام تشاور بنتها. يعني لو بنتك خلصت، لا، خلي في مهام، خلي في مهام يا جماعه. عودي بنتك انك بنتك تنزل تشتغل اقرب شغلانه جنب بيتكم، اقرب شغلانه جنب بيتكم عشان ما تضيعش مرتبها في المواصلات. اقرب حاجه جنب بيتكم، صيدليه، اي حاجه، ومرتبك يا حبيبتي هتشوري بيه نفسك. تمام. ايه اللي ام جمانه ممكن تقدمه لبنتي اللي بتشتغل وبتشور نفسها؟ ان انا هساعدها ان ممكن الشوار ده كل شهر من المرتب انا معاها واحده واحده لغايه اما تخلص كل حاجه. هقدم لها الحاجه باسعار الجمله، هستنى عليها ممكن من مرتبها ده تقسم فلوس الحاجه على شهرين وبنفس السعر، مش هحط لها فوايد. هعمل معاها كراسه كده نكتبوا فيها ايه اللي جبناه وايه اللي ناقصنا، تمام، وعشان اخد الاجر عند الله. طيب لو في عروسه يتيمه، يعني باباها متوفي او عايش بس عنده اي مرض مزمن او عنده اي مشكله، انا برضو هديها اسعار خاصه. تمام. ثانيه واحده بس، اديني دقيقه. كمان اللهم ذكر لي امري يا رب، معلش عشان في زباين دخلت. في بعض اولياء الامور يقولوا لك احنا هنشوره ولسه عيالنا بيدرسوا. تمام، هيبقى انا والام مع بعض لغايه اما البنوته تخلص دراستها، ناخده الاهم في المهم. الاهم فين؟ في المهم. تمام. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مفيش حاجه اسمها 24 طقم، 24 طقم فوط. 24 طقم ليه؟ انت مش هتفتحي محل. ده هو ده يعني نتقي الله، نتقي الله يا جماعه. مفيش حاجه اسمها الاعداد الغريبه اللي بقت بتتقال دي. تمام. انا هديكم منتج نظيف، حاجه مهما تغسلي فيها ما يجرالهاش حاجه، عشان ده صعب دلوقتي ان انت تلاقيه، لان كله دلوقتي بقى بيجيب الحاجات الشغل الوحش علشان يبقى رخيص وعشان يعرف يكسب فيه، لان الخامات بقت غاليه. تمام. كل سنه وانتم طيبين.
وكل واحد يكتب تعليق حلو من الناس اللي قابلتني في المعرض. ايه رايكم في الخامات؟ الناس اللي اخدت مني وفرشت، يا ريت صوره حلوه كده للفرش بتاعك عشان تفرحيني وتقولي لي الحاجه جت حلوه ولا لا. وكل سنه وانتم طيبين، واسالكم الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالله عليكم ادعوا لبنتي عشان ثانويه عامه، بالله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.